بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا بحضراتكم جميعا. أشهر النصائح الغذائية والصحية التي تفيدك وتفيد جسمك وحيويتك مستنبطة من مئات الفيديوهات اللي احنا عملناها بفضل الله سبحانه وتعالى. حبيت أقولها في عناوين بسيطة كلنا نفهمها بصورة بسيطة خالص عشان نفكر نفسنا وأفكر نفسي قبل ما أفكركم. وبما أنها كتيرة جدا هقولها في أجزاء علشان ما أطولش على حضراتكم وأطول الفيديو عليكم. أول حاجة، يعني مش هنقول ارقام بقى، هنقول ايه عناوين على طول. كل ثمار الفاكهه بدلا من شرب عصيرها. خلاص. تناول الخضار والفاكهه طازجه بقدر الامكان. اقرا المكونات وتاريخ الصلاحيه على اي عبوات غذائيه قبل ما تاكلها وقبل ما تشتريها، افضل قبل ما تشتريها. ما تشبعش. فنحن قوم لا ناكل حتى نجوع، واذا اكلنا ايه كملوا لا نشبع، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. كل انواع مختلفه من الطعام. تناول السمك على الاقل مره في الاسبوع. لا تاكل جلد الفراخ. واحنا كل الحاجات دي كلها يا جماعه، كل حاجه من دي كان لها فيديو قلل كميات الملح والمخللات بقدر الامكان، وممكن استبدال الملح بالليمون. اشتري توابل اول باول وما تخزنهاش في البيت، ولو خزنتها خليها في مكان جاف بعيد عن الرطوبة والبخار اللي طالع من البوتاجاز. قلل من تناول الكافيين والقهوة في القهوة والشاي بقدر الإمكان. عرض جسمك للشمس يوميا بقدر الإمكان، بس في الأوقات المناسبة، يعني مش وقت الظهرية بالظبط يعني. واخدين بالكم؟ لا ما تقشرش الفاكهة، كلها بقشرها أفضل من إنك تقشرها. طيب استبدل الطعام المقلي بالطعام المطهي في الفرن أو البخار أو الإير فراير. امضغ الطعام جيدا قبل بلعه. تناول الطعام بقدر الإمكان. ضيف الليمون والخل دايما على سفرتك وفي طعامك. اشرب الماء قبل الوجبات بربع ساعة. بس كده الفيديو ده يعني ده الجزء الأول انتهى، هنبتدي نخش في الجزء الثاني. على فكرة كل عنوان من ده عايز تفصيله في فيديوهات، كل عنوان من ده ليه فيديو مستقل على اليوتيوب وعلى ايه وعلى الكواي وعلى الانستجرام وعلى الفيسبوك وعلى التيك توك. ماشي. كل المواقع دي موجودة عليها الفيديوهات دي بالتفصيل في كل عنوان من دول. بس كده الفيديو انتهى، وما تنسوش تصلوا على النبي صلى الله عليه وسلم في تعليق وتدعوا لي، ولو الفيديو عجبكم شيروه ابتغاء مرضات الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.